تخيلي طفلك يبقى عنده ارتفاع درجة حرارة وعنده قرح جوه الفم مع نقط حمراء على ايديه ورجليه. طبعا المنظر ده يخض اي ام. ده بمنتهى البساطه مرض بيسببه فيروس اسمه الكوكزاكي فيروس، اللي هو بيعمل لنا مرض اسمه متلازمه اليد والقدم والفم. ده فيروس بسيط وشائع جدا في الاطفال الصغيرين اللي بيكونوا في فتره الحضانه والمدارس. بيتنقل ازاي بقى الفيروس ده؟ الفيروس ده بيتنقل عن طريق الرذاذ، يعني لو طفل عطس ممكن يعدي طفل تاني، او ان الرذاذ ده وصل للادوات اللي بيستخدمها الطفل المصاب لطفل سليم. الاعراض بتاعته عشان نعرفها بمنتهى البساطه، تبدا بارتفاع درجه حراره، ممكن كحه خفيفه، شويه رشح خفيف، بنلاقي فيه صعوبه في البلع عشان القرح اللي موجوده في الفم، نلاقي نقط حمراء على الايدين والرجلين، طبعا غير الخمول، ونلاقي الطفل مش قادر ياكل ويشرب. الحل ايه بقى للفيروس ده؟ اول حاجه الراحه، هتخلي الطفل يتحسن بسرعه. تاني حاجه ما يعديش غيره من الاطفال. تاني حاجه درجه الحراره اللي هي العاليه هنديلها خفض حراره، هتنزل الحراره وتسكن الالم والتعب اللي موجود عند الطفل. تالت حاجه القرح او الحبوب اللي هي في الفم، دي ممكن نديلها حاجه ملطفه. طبعا ما ننساش شرب السوائل عشان يعوض الطفل عن الاجهاد اللي بيحصل له مع ارتفاع درجه الحراره. الوقايه اهم حاجه بقى، عشان نحمي اطفالنا نعلمهم غسيل الايدين، هيقلل من فرص اصابتهم بالعدوى دي. تاني حاجه الادوات اللي بيستخدمها الطفل، ادوات بقى المدرسه او الالعاب، دي نعقمها كويس عشان ما يكونش عليها اي عدوى تتنقل لطفل تاني. وفي النهايه مرض متلازمه اليد والقدم والفم هو مرض بسيط ومفيش اي قلق او خطر منه. معاكم دكتور محمد حامد، اخصائي الاطفال وحديث الولاده بعيادات بيور كلينيك، جنبك وجنب طفلك دايما.